منذ 10 أعوام اعتادت حكومات نتنياهو المتعاقبة أن تتوج بالطابع اليميني وتكون غالبيتها من المتشددين، إلا أن هذا العام كان لغلاة التطرف حصة الأسد من مناصب الكنيست والحقائب الوزارية، لا سيما بعد توسيع نتنياهو ائتلافه الحاكم ل66 نائباً. فبعد منح الحكومة وزارة الجيش لأفيدور ليبرمان زعيم الحزب المتطرف إسرائيل بيتنا، وعينت صوفيا لاندفير من ذات الحزب كوزيرة للاستيعاب، كانت المفاجأة الكبرى بضم المتشدد يهودا غليك كممثل لحزب الليكود اليميني. الآن مع دخول ليبرمان وتوليه منصب وزير الجيش تصبح أكثر تطرفاً، أكثر عنصرية تجاه المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني. وكل التصريحات التي سمعناها بالأمس من رئيس الحكومة ووزير الجيش الجديد بأنه لن تكون هناك تغيير في سياسة الحكومة وأنهم يقبلون مبادرة السلام العربية ما هي إلا ذر رماد في العيون. وأعتقد أنه سيوجه سهامه وجام غضبه تجاه الأقلية العربية الفلسطينية نحن في الداخل الفلسطيني، وأيضا باتجاه تهويد وتعميق الاستيطان اليهودي وتهويد القدس العربية المحتلة. وبمنح الصلاحيات لليبرمان المحرض الرئيس على ترحيل الفلسطينيين واقتطاع أراضيهم لصالح الاستيطان، وغليك المنادي باقتحامات المستوطنين وصلاتهم في الحرم القدسي، أمر ينذر وفقا للمختصين بتأجيج الصراع خاصة في القدس وتكاثف الممارسات والتشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين. حنشوف اكثر عدوانيه، اكثر استيطان في المسجد في القدس، واكثر اعتداءات على المسجد الاقصى في الفترات القادمه، وخاصه اتمنى انه الفتره القادمه فتره رمضان تقسيم الزماني للمسجد الاقصى قائم ويوميا، ولكن هم بدهم يحاولوا يوصلوا للمرحله الاكبر، والمرحله الثانيه هي التقسيم المكاني. في هذه الفتره حيقوموا في عمليه ابتزاز وعمليه تحدي للفلسطينيين وعمليه اهانه بكرامتهم بحقوقهم وما شابه ذلك. وبحسب التقارير فإن 67% من النواب أغلبهم من اليمين يقترحون قوانين عنصرية تسن الحكومة معظمها وتؤجل المتبقى، كقانون السماح لليهود بالصلاة في الأقصى وقوانين أخرى تدعو لضم الضفة. 66 قانونا عنصريا ضد الفلسطينيين تداولته الكنيست في عامها البرلماني الماضي، وعلى أجندتها المستقبلية أضعاف الأضعاف، في وقت يلف فيه نتنياهو نفسه بالمتطرفين ويمنحهم حقائب القوة دون أي اكتراث لكونه يدق ناقوس الخطر لتصعيد سياسي وتوجهات كشفت أنيابها العنصرية. لبرنامج القدس ياسمين أسعد، قناة الغد، القدس المحتلة.